تخيل بتلعب GTA وعملت شفرة الفلوس وبقى معاك فلوس ما بتخلص والدنيا ضاقت بيك وسبت النبرهود وعايز تشتري فيلا للمصيف هنا في مصر. هتفكر في اغلى حاجة طبعا هي مراسي، حاجات محدش هيقولك عليها في الريل استيت. في 60,000 شخص في العالم لو جمعناهم في أوضة هيبقى معاهم فلوس أكتر من 8 مليار الباقيين. الرأسمالية انتصرت بعد الحرب يا عزيزي، ولازم تتقبل فكرة النخبة اللي معاهم أغلب الثروة في العالم كله، ودول موجودين في كل حتة مش في مصر بس. الناس دي بتشتري التميز الاقتصادي قبل ما تكون بتشتري المنتج أو الخدمة، بيشتروا وجودهم في وسط النخبة. طب إيه علاقة الكلام ده بالعقارات؟ لو رجعنا لتاريخ ساحل البحر المتوسط في مصر هنلاقي إن النخبة هربوا زمان من اسكندرية للعجمي بس اتعرفت، بعد كده راحوا مراقية وسيدي كرير بس اتعرفت برضه، فراحوا مارينا بتاعه الاغنياء بس اتعرفت برضه. واحد زيي بيروح يصيف هناك عادي لحد ما وصلوا المراسي وهم مستقرين هناك حاليا. وبصراحه مراسي مشروع جامد جدا، 1500 فدان فيهم كل حاجه ممكن تتخيلها، مارينا، اكوا بارك، كوميرشال، مطاعم، كافيهات وبحر جامد جدا. المشكله اللي انت لازم تاخد بالك منها ان مراسي بدات تتعرف وان النخبه هيجي لهم وقت ولازم يتحركوا منها زي ما حصل على مدار السنين اللي فاتت. لو بتروح الساحل طابور دخول العربيات لمراسي يمتد ل 3-4 كيلو قبل البوابه. كل الناس دي عايزه تخش وده عكس الكونسبت الاصلي. طب الناس دي عايزه تخش مراسي ليه؟ كلهم يعني عشان الفاسيلتي والبحر والحاجات دي؟ جزء منهم بالتاكيد لكن الاغلب داخل عشان الممنوع مرغوب. الاغلب بيشوف العربيات الفارهه اللي الباركينج بتاعها بيعدي ال 2000 جنيه فعايز يدخل يبقى وسطهم. تخيل فيراري، لامبورجيني، MG1 كلهم جنب بعض، عربيات بمئات الملايين. النخبه مش هيبقوا نخبه طول ما العامه يقدروا يبقوا وسطهم، وبيدفعوا كتير قوي عشان ده ما يحصلش. والمكان اللي بيستضيف النخبه مش هيبقى مكان للنخبه لو بقى متاح للعامه ان هم يدخلوه. ده واقع في العالم كله، مش مشكله مراسي. دي الحيله اللي استخدمتها اعمار على مدار السنين اللي فاتت عشان تفضل هي المكان اللي بيستضيف النخبه. لكن اللي حصل اخر سنتين ان هم افوروا قوي، بقى كل مالك ما يقدرش يدخل حتى قرايبه للوحده بتاعته، والبحر بقى مقسوم نصين، جزء للجست وجزء للاونرز. حتى لو معاك قرايبك هنعتبرهم جستس مش اونر، وانت كمان ما تقدرش تستضيف الا عدد معين من الضيوف في بيتك، بعد كده يقول لك ممنوع. اللي بتعمله مراسي حاليا هو محاوله للحفاظ على النخبه عندهم اللي هم الملاك الاساسيين لمراسي، ولسه سايب الباب متوارب علشان نفضل نحاول نخش، لان لازما يفضل في طابور ولازما يفضل الممنوع مرغوب. وهتفضل مراسي تحارب على الفكره دي، لان النخبه لو صحيوا الصبح وسابوا مراسي ومشيوا هتفقد جزء كبير من قيمتها، وهتبقى زي اي مكان حتى لو كان جامد فقد جزء كبير من الرغبه فيه مع الزمن. مصطفى سمير، ريل استيت ايجنت.